كل يوم بيفوت ويمشي أكيد جواك علامات ذكريات مع ناس نضيفة. انا شفت بجد. مش كان الجو بقى حر خلاص يا ناس اشتغلت الحياه عماله تعشمني بعدين تاخد مني تاني في ايه؟ ما تسيبيني في حالي بقى افضل سايبها كده من لندن فيني فاهم صغيره بس هي محيره فظيعه. طبعا مش هكلمكم في لايكات تقريبا فيكوا سحب في صوابعكم ما ينفعش اقول كده ايه صوابعكم فيها حاجه يعني مش فاهم يعني ايه الصعب في زرار اللايك عندك وربنا ازعل واكتئب. في فيديو النهارده هنتناول حاجات عشوائيه حاجات كده بص احنا مش عارفين هنشوف ايه حاجات انتوا اللي باعتينها عشان قررت اصور دلوقتي اعمل لك فيديو ولا اقعد افخد والله واقع. طبعا لو انت عندك اي حاجه لازم نتكلم عنها تبعتها على الانستجرام قدامك اهو اللي انا قلت لك عليه الفيديو اللي فات وانت ما جيتش عملتش فولو اصلا وانا عندي كرامه فمش هقول لك تعالى تاني فاهم بس هتلاقي اللينك تحت في الديسكربشن في الكومنت. ماركتنج على ابوب كرامتي مراسم تسليم درع على اليوتيوب لام هاجر ده تقريبا حد بعته لنا من جروب اسمه ايه ده تمام تعال نتفرج. ده فعلا عاملين فرح علشان خدت درع 100,000. انا مش زعلان ولا حاجه لا افرح يا ام هاجر واتبسطي والله. انت كده عملت محشي كتير ولفيت كتير وتعبت كتير لحد ما وصلتي لدرع 100,000. ايه ده؟ ويوميات احمد وشيماء برضو خدوا درع 100,000. وجمهورية احمد وامل كمان احنا نفرح بقى. اليوتيوب رايح بينا على فين طيب؟ رايح بينا فين؟ يومك احلى مع هايدي وميساء. لا تاني بقى يومك احلى مع هايدي وميساء. ايه الحلاوه دي؟ كلكم خدتوا درع 100,000 مره واحده طيب ولا دي قنوات تانية جايه تمسي برضه وبتنقط؟ انا مش فاهم بس عايز افرح والله معاكم. يومك احلى مع هايدي وميساء. ريم في المطبخ وريم في المطبخ كمان. ايوه. شوفوا قنوات بتحب تبارك لبعض ازاي يعني اسره كده اسره يوتيوبرز مع بعض. امال انا اعمل ايه بقى؟ اعمل عقيقه اللي انا خدته ده لما تشقط واحده بعربيه 128. ثانيه عايز امسك اوكي نايس. في ده هو ده سبحانه مهما حاولت ان انا اكون عاديه بكون كاريزما ما بحسك بربور كده ما اعرفش ليه يا بنت انت الوحيده حاسك حاجه نازله كده من مناخير طفل صغير. شوف القرف انا تخيل القرف ده. ثلاث ستايلات لللبس الايس كاب. الايس كاب اول حاجه انت ممكن تلبس ايس كاب عادي زي ما هو كده تنزل الحته اللي ورا كده تبقى على الرايق عايز تطلع فوق. دي تلبسها مثلا وانت شايل شقه العيش عشان ايه دماغك ما توجعكش من الشقه وانت بتجيب عيش الصبح كده ده حلو انت رايح وانت جاي. وهتدعي لي على فكره الشقه مش هتعلم في دماغك. تعالى تاني حاجه تاني طريقه تانية بسيطه زي كده وتلبسه هيبقى بالمنظر ده هيبقى على الرايق عايز ايوه يعني ثانيه واحده بس هو ايه الفرق ما بين الطريقه الثانيه والطريقه الاولى؟ بس الطريقه الاولى كانت عامله ازاي؟ دي الطريقه الاولى اوكي دي الطريقه الثانيه. تعالى تالت حاجه ممكن تتني تانية صغيره لجوه زي كده. الثانيه هي اللي بتفرق تمام على الرايق معاك على الرايق. ودي احسن طريقه. دي احسن. متنساش تعمل لايك. لا مش هعمل لايك انت بتنصب عليا اصلا في ايه ده يا اسطى؟ الثلاث طرق شبه بعض مفيش فرق. انا مش عايز اتريق والله بس بقول لك فعلا الثلاث طرق مفيش فرق ما بينهم. النهارده هنعمل مقارنه بين البنطلون الجينز الفاتح والبنطلون الجينز الغامق. مقارنه بين البنطلون الجينز الفاتح وبنطلون الجينز الغامق. انت مفكر انت تلبس اي حاجه كده ما بينهم؟ لا في مقارنه وفي حاجه منهم هتنجح تلبسها والتانيه ما تلبسهاش. افهم بقى. ماشي ده الفاتح وده الغامق والكوتشي ماشي حلو. ايه ده؟ ايه النصب ده؟ في ايه يا اسطى؟ فين المقارنه؟ جايز في جزء تاني طيب؟ مفيش جزء تاني. انت نصاب يا اسطى. النهارده اقول لك على 3 طرق تلبس بيهم البنطلون الكلاسيك الرصاصي. ممكن تلبس عليه قميص اسود وعقب بوت. حلو. انت هتبقى على الرايق عايز تطلع فوق. على الرايق
طلعنا فوق. ممكن تلبس عليه جاكيت جينز ثلجي وكده انت هتبقى على الرايق كده على الرايق. تمام، هي اذواق يعني. هو بيقول لك البس اللي يعجبك وكل اللي يعجبك وميتين الناس. ده المثل بيقول لك كده تقريبا. انت ماشي على نفس المثل. كده الدوت المره دي على اغنيه اخوكوا دي ده. اتمنى ان كل الناس تعملها معايا دوت. يلا بينا. يا صاحبي وعدني ما تسيبني، معاك على الموت يا ابو زماله، وجودك شيء مطمني، يا دي انت اخويا بامانه، ماليش غيرك صاحب عمري، معاك لو كله هيبيعك، اخويا في ظهري من صغري. ما تستغربش انا شقيقك. والله لا شقيقي ولا اعرفه. ده انا بابا جيت على البايظ، جيت على البايظ ولا هتكبر عليا افخم عليك. اسمع مني يا شنب، سوشيال ميديا، سوشيال ميديا. لا انا عايز اعملها. جبت على الماي. حي ده انا ما عملتهاش بالجامد كمان. ده انت على كده بتلطش نفسك. عاش يا اسطى عاش. اليوم راح اعلمكم ايش ممكن تسوي ب3 جنيه بس في مصر. 3 جنيه. استنى. طبعا لو معايا في اول الفيديو استغربت كده 3 جنيه ايه وبتعمل بيهم ايه اصلا في مصر؟ ما يعملوش حاجه، ما يعملوش الا كده بس لفهم. ده المحتوى اللي احنا بنستناه. ايوه كده فيد الناس. عارفوا لو معاك 3 جنيه انجز نفسك. لسه بقى تدور على حاجه تشتريها. هوشهم يا عبيط. محدش عارف بكره في ايه. المشكله بقى لو فضه هتحوشهم ازاي؟ بس على فكره الفضه هتبقى اسهل كانها حصاله. فضه. كل الناس بتتكلم عن تذاكر مارون 5. اوكي كل الناس بتقول انا مش هروح عشان خاطر رايحين تل ابيب. بعدها في ناس بتقول tickets are too expensive. The tickets are fucking too expensive by the way. Okay, you know why? Because my friends and I we thought the tickets would dizzy at 800. They were gonna go up to 2000. We were like sure, but we're like أقل ticket definitely up to 800 جنيه. That's not fucking true. أقل ticket ب 2300 جنيه. You know what fucking went on in my head the moment I saw the prices on those fucking tickets? The first fucking thing. You wanna know? You want? What the fuck؟ هي بتشتكي من حاجه تقريبا مشكله كبيره. ان شاء الله تتحل. بقى على الله كل حاجه بتعدي. الجزمه اهي عشان انا كنت واخده عهد قدام ربنا وقدام الناس ان انا لو حنيت لك تاني او رجعت لك تاني او اشتقت لك تاني هضرب نفسي بيها اهو. عشان رجعت لك تاني اهو. كمان واحده. عشان حبيتك تاني اهو. عشان اشتقت لك تاني اهو. انا كنت بضحك. جرايه واد الهبله في ايه؟ مش ناقصه جنان على المسا. طيب في ايه؟ مين دي؟ انا مريضه اهو. مريضه بيه. مريضه بحبك. انا قلت ما اخش اشوف الاكونت بتاعك اشوف بتقدمي ايه. طلعتي مقهوره. كل فيديوهاتك مريضه تعبانه حرام. في ايه يا حاجه؟ كبرنا على الحاجات دي. سيب الحاجات دي لطفله صغيره مراهقه لسه بالغه بقالها كام يوم تعمل فيديوهات زي دي. مش انتي. بالمناسبه بحب لدغه فشخ يعني. انا بعشق حاجه اسمها لدغه عشان كده بحب اقولها. يا عطيه انت اكلت النهارده؟ انا رحت عند كنتاكي وكلت همبرجر وكلت بيزده وحط لي كشطب عليه وطباطس مهريه وشربت في الاخر تاكوله سمره. ايوه يا اسطى اكلت ايه برضه ما قلتليش؟ الكرش ده حمل ده. يا ولاد الحرام. الحلال ايه؟ هو داخل في مناخيره ده. هو عادي. يلا الهز ده كله. يلا اهدى شويه. يلا خاف على نفسك. خاف على اللي في بطنك. كل يوم بيفوت ويمشي أكيد جواك علامات ذكريات مع ناس نضيفة. انا شفت بجد. أو مقاسي وناس نيمان اللي حبك رغم حملك شال معاك الحمل ياما واللي مهما بيبتسم لك في صفار في الابتسام. بس خلاص. اللي ياما. هي قالت لك بس خلاص بس هي بتاخد الفيديو. اللي ياما شوف. مش هقول لك حلاوه عشان بتوجع. موس احلقها بالموس. والله خليها تبقى مش مهم بس احلقيها. انا قرفت قوي. لا مع اني بشوف حاجات كتير تقرب بس ده قرفتني قوي.
انت اكيد الراجل اللي مزعل الست اللي هي بتقول لك او اشتقت لك تاني هضرب نفسي بيها اهو. لايقين على بعض وربنا. اشتغل مصطفى كامل وزعلان وحزين في حياته وهي بتضرب نفسها بالجزمه. ارجعوا لبعض بقى، ما تسيبهاش كده. هي دي ام نور اللي هي بتطبخ في اوضه النوم، كنا اتكلمنا عليها من سنه. شبهها فشخ. تعرفوا تخيلتها ورا ويجز كده في الاغنيه بتاعت دورك جاي، اقسم بالله هتبقى جامده، تبقى صايحه فشخ. اللعبه ايوه لازم الواحد تسوي له تخدير موضعي هنا. هذه بنصلحها، عنده مشكله بس لكن بالنظر ما تقدر تحدد فين منطقه الصباع. الان سوف نكشف عليه امامكم. تروح تجيب اطول حاجه عندك في البيت تاخذها. ايوه شفتوا كيف؟ طيب ايه؟ البنج ركزوا معايا. طيب ايه؟ عشان بكره اذا كبرتوا بتصيرون دكاتره ده هيدق تتعاملون مع الحالات مثل هذه المتعسره. كم مرة قايل لكم لا تكثرون سبايسي، لا تكثرون سبايسي. تعال تبغى تجرب؟ جرب ترى عادي بس كذا تبغى تخبط. صح ابو بواسير. طيب هو دحين انا شايف انا بضحك ليه بس الفيديو عجبني فشخ. تخيل تلعب لعبه زي دي، اللعبه دي في ار، نفسي العبها بجد. جيب حد كده، تخيل بقى حد اللي انت بتكرهه تخيله ان هو تاخده كده وتعمل فيه اللي هو بيعملوا ايه. الجمال ده الطعامه دي. النهارده بقى هوريكم كل الشوزات اللي عندي وازاي بعمل ستايل بكل شوز فيهم مختلف عن التاني. معانا اللي تشيلسي بوت. لاحظت انتشار كده محتوى تلبس ايه على ايه، وكوتشيات وبناطيل زي اللي احنا شفناه من شويه ده. انت بقى عايزنا نلبس ايه؟ ان شاء الله شكلك موديل فشخ. الوايت سنيكرز، البلاك سنيكرز، الفانز واللوفر والسبورت سنيكرز. يعني دي مش كوتشيات؟ زيتي وكوتشي ابيض كوتشي اسود كوتشي كحلي، دول مش كوتشيات؟ يعني كل ده كنت بلبس سنيكرز وانا ما اعرفش حانه. حتى دي اتغيرت. ناس مقتنعه ومصره وفي ناس بتقاوح ان التاتو بتاعتي اللي اتعمل في الحفله الاخيره انه ممكن يكون حقيقي. ليه يعني ليه بنتخانق على حاجه واضحه جدا؟ انا بتكلم على التاتو ده اللي مش عارف. ماله بقى يا جماعه؟ واضح قوي انه رسمه مش اول مره يعمله. يعني احنا بنتخانق على حاجه اصلا هو عملها قبل كده. هي الدنيا كانت مقلوبه على الحوار ده؟ والله ما اعرف. وكان دايما بيعملها في اي عرض ليه علاقه بأن. احنا ليه بنتخانق؟ احنا ليه بنتخانق على حاجه زي كده يا جدعان؟ اقسم بالله العظيم التاتو بتاعتي مش حقيقي. ممكن بقى نبطل خناقه بقى ونشوف حياتنا واقتصاد البلد واقف والاسعار عماله بتغلي. كل ده بسبب تاتو يا جماعه مش حقيقي. ممكن بقى ننزل الاسعار تاني، ممكن نعيش حياتنا بقى ونتعايش عادي. اقسم بالله تاتو يا جماعه مش حقيقي. تحته بس كده يكون الفيديو النهارده خلص. فيديو عشوائي جدا، فوق من اللي هو يعني ده داخل في كله شويه من هنا على شويه من هنا، الحاجات اللي انتوا بعتينها. بس اغلب الفيديوهات اللي احنا شفناها النهارده كانت من البيج اللي احنا شفناه في الاول. لو انت بقى كملت الفيديو لحد دلوقتي يا ريت تعرفني تحت في الكومنتات انت كملت الفيديو لحد قد ايه بالظبط في الفيديو. ما تسيبش انت كملت لحد دلوقتي. لو انت عملت لايك انزل اعمل لايك، مش تشوف القناه، اشترك في القناه عشان دي مهما قطع موجود على كوكب الارض. باي باي.